عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. النهاردة بقى هقدم معاكم او هشارك معاكم وصفة حلوة جدا. هنعمل جلاش بكريمة مختلفة تماما ومن غير اي شربات. هيطلع مقرمش من بره كده ومن جوه طري ولذيذ ونكهته تجنن. هنعمل الجلاش على الطريقة اليونانية. طعمه خطير، يعني انا مش قادرة اقول لكم طعمه حلو قد ايه. يلا بينا على طول نبدأ في المكونات بتاعة الكريمة اللي هنستخدمها. مكونات بسيطة جدا ولكن مختلفة شوية عن كريمات الجلاش بتاعتنا او الكريمة الطبيعية او العادية اللي احنا بنعملها. ليه بقى؟ لان احنا هنضيف فيها كمية سكر وكمية سكر كبيرة، لان طبعا مش هنحط شربات في الاخر. وكمان الربط فيها هيبقى بالسميد مش بالنشا او بالدقيق، والحقيقة ان طعمها حلو جدا. عندي كمان بشر برتقان وده مش اساسي في الوصفة، انا حبيت اضيفه، ولكن الوصفة التقليدية او لو انتم ما بتحبوش النكهات القوية قوي هتستكفوا بس بالفانيليا اللي عندكم. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنحط كل الكلام ده على البارد مع لتر من اللبن. حطيت 120 جرام من السكر، يعني تقريبا 3/4 كوباية من السكر، وعندي كمان 120 من السميد برضو، يعني تقريبا برضو بالكوبايات 3/4 زي ما انتم شايفين كده. حبيت ان انا احط في الكوباية الاول اللي هي الكوباية المعيارية علشان اللي ما عندوش ميزان يعرف ان هو بالنظر كده الكوبايتين سواء سميد او سكر هتبقى 3/4. حطيتهم بقى في كسرولة كده وحطيت عليهم بشر البرتقال اللي عندي، وحطيت كمان باكت كده من الفانيليا. لو انتم مش هتستخدموا البرتقال ولكن نكهته كانت حلوة جدا، لو حابين تاكلوا نكهة مختلفة كده شوية. لو مش حابين اوكي، ممكن تحطوا باكتين او 3 من الفانيليا، يعني مش باكت واحد. وهضيف عليهم بقى لتر من الحليب البارد، هيبقى بارد عادي خالص، وهفضل اقلب الكلام ده على البارد لحد ما كل التكتلات الموجودة فيه تخف شوية، لان احنا حاطين كمية من السكر وكمية من السميد. محتاجين ان احنا قبل ما نرفعه على النار نقلبه شوية، وبعد كده نرفعه على نار متوسطة، وبرضو نستمر في التقليب. في الاول هتحسوا ان ايه ده، هو مش راضي يتقل ليه. انا اضيف تاني سميد ولا اضيف نشا، اضيف سميد ولا اضيف نشا، ما تضيفوش اي حاجة، هو هيجي مرة واحدة ويتقل معاكم. ولكن اهم حاجة ان انتوا تفضلوا تقلبوا فيه كويس لحد ما توصلوا بقى للقوام ده. عايزين بقى ان احنا نبرده، فانا هحطه في طبق تاني غير الطبق اللي انا عملت فيه، وهسيبه وهغطيه كده ببلاستيك ريب وهسيبه يبرد. انا حطيته على الشباك شوية، فتحته كده، الجو لسه ساقع عندنا فبرد على طول عندي. انتوا بقى يعني سيبوه، ممكن تعملوه من اول ما بتصحوا مثلا لو كنتوا مخططين ان انتوا تعملوا الوصفة دي. بعد ما بيبرد تماما واثناء ما بيبرد كمان اقدر ان انا اعمل بقى الجلاش. اللفة دي من الجلاش عندي وعندي كمان نص كوباية من الزبدة سيحتها، مش سيحتها عملتها في الميكرويف، فكتها في الميكرويف كده. تقدروا تستخدموا سمنة طبعا، ولكن في الوقت اللي انا عملت فيه الجلاش ده ما كانش عندي سمنة فيه، فسيحت كده او فكيت نص كوباية من الزبدة، حطيتها في الميكرويف لحد ما بقت قوامها سايلة كده. عندي بقى الصينية هبدأ اديها مسحة من الزبدة او السمنة اللي عندي، وهبدأ احط الاطراف بتاعة الجلاش. انا عندي الجلاش الرابطة 14 شريحة من الجلاش، فهبدأ احط كده تحت 4، احطهم بحيث ان هم يبقوا من واخدين جوه الصينيه من جوه والاطراف بتاعتهم بره. وبعد كده هعكس واحط طبقتين من الجلاش الناحيه التانية زي ما انتم شايفين كده بالعكس، بحيث ان الاطراف برضو بتاعتها تبقى بره. وبعد كده هدهنهم بين كل طبقه والتانية، هدهنها سمنه، ولو حابين بين كل طبقتين ادهنوها زي ما تحبوا. ولو عندكم الجلاش متقطع مش مشكلة خالص، الجلاش ده اصلا بيقطعوه، يعني شفت وصفات كتير قوي قبل ما اعمل الوصفة دي بيجيبوا شرايح الجلاش وبيقطعوها وبيحطوها كده في النص. بعد ما عملت ال4 اللي بره حطيت كمان 2 على الجوانب، يعني 6. وحطيت بقى في قلب الصينية نفسها 2 كده ورقتين من الجلاش، حطيتهم بشكل عشوائي، وبرضو اديتهم سمنة او زبدة كده من على الوش. يعني كده حطيت تحت خالص 6 طبقات من الجلاش.
هجيب بقى عندي الكريمة بتاعتي بردت تماما وتماسكت كده، وهبدأ ان انا اديها ضربة بالمضرب اللي عندي، وهبدأ ان انا اوزعها عادي خالص فوق الجلاش بتاعي. انا ضفت كل الخلطة اللي عندي او الحشوة دي تعمل صينية كبيرة بلفة جلاش كاملة، وبعد كده هبدأ بقى اقفل اوزعها الاول كويس، وبعد كده هبدأ اقفل الجلاش اللي احنا حاطينه على الاطراف، وبين كل تقفيلة والتانية ببدأ ان انا اديها مسحة من الزبدة لحد ما بخلص كل الجوانب، وببدأ أجيب بيبقى فاضل عندي تقريبا 4 ورقات من الجلاش. بجيبها بقى كده وأقطعها بشكل عشوائي، يا تحطوها يعني توزعوها في الصينية كده مرة واحدة، وبعد كده تدوها لف يعني تدوها مسحة زيت أو مسحة سمنة أو زبدة، يا إما تعملوا زي ما أنا بعمل كده. ولكن أنا في الآخر عشان طبعا الورق ما كفاش إن أنا أعملهم بالشكل اللي كان في بالي، زي ما انتم شايفين جه الورق خلص عند آخر سطر بالظبط، فبدأت إن أنا أفرد فيهم برضو بشكل عشوائي، يعني هيفضلوا مكشكشين كده زي ما انتم شايفين، ولكن هحاول أمسك كل وردة أنا عملتها وافردها كده فردة بسيطة، بحيث إن هي تلملي كل الصينية اللي عندي وما يبقاش فيه جزء ناقص مفيهوش أي جلاش. ولو انتوا ما حطيتوش اجزاء الجلاش في الاول في الزبده او في السمنه، تقدروا في الوقت ده تدوها مسحه من الوش كده بالزبده اللي عندكم وبس. الصينيه بتبقى جاهزه ان هي تدخل الفرن. الفرن بيبقى ساخن، بحطه على درجه حراره متوسطه لحد ما بياخد لون من تحت، ولو احتاج من فوق ان هو ياخد لون بتفتحوا له الشوايه. انا عندي كان اخد لون من تحت حلو قوي، وفوق كان فيه لون بسيط كده، بس انا بحب ازود اللون شوية، ففتحت له الشواية لحد ما اخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. يعني كان ريحته حلوة قوي، نكهة البرتقال فيه تجنن، وزي ما قلت لكم اللي ما بيحبش البرتقال يقدر ان هو يستغنى عنه. التقليدي بقى في الوصفة ان هي لما بتخرج من الفرن بيبدأوا يرشوا عليها سكر بودر من على الوش، مش بيحضفوا لها اي شربات زي الجلاش بتاعنا التقليدي المصري. اسمعوا بقى الصوت، يعني سوبر قرمشة، مفيش يعني قرمشة اكتر من كده. انا حبيتها لان انا عموما بحب الحلويات المقرمشة، فحبيتها جدا. انا كان اول مرة اجربها فحبيتها، وحبيت ان انا اشاركها معاكم كمان لان هي حقيقي وصفة لذيذة جدا. يعني كمية قرمشة من بره ومن تحت، وفي النص بقى الكريمة كده ناعمة وطرية، وطعمها كمان حلو قوي. عجبني قوي السميد في الحشوات، وان شاء الله هجربه في اكتر من حاجة جاية في وصفات عادية تقليدية بتاعتنا، الكريمات العادية اللي بنحشي بيها الجلاش العادي بتاعنا، ممكن ان انا اضيف ليها سميد واشوف النتيجة. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى كمان ان انتوا تجربوها. بس ما تنسوش قبل ما تقفلي الفيديو لو عجبكم وقررتوا ان انتوا تجربوها تدوسوا لايك وتكتبوا لي كومنت في الكومنتات، وكمان تشاركوا القناة مع اصحابكم او اي حد بيحب الجلاش تبعتوا له الوصفة. واشوفكم في فيديو جديد عن قريب. مع السلامة.